بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك يخسر من المصري بهدف للا شيء ويفقد فرصة تصدر الدوري. الزمالك جاله هدية من الأهلي امبارح بالتعادل مع الاتحاد 1-1، والزمالك النهارده رد الهدية للأهلي أحسن من اللي اداها له الأهلي بالهزيمة من المصري 1-0. الزمالك أداء سلبي طوال الشوط الأول، ولا يوجد للزمالك أي فرصة غير الفرصة اللي جت لمشلاك في الدقيقة 42 من الشوط الأول، وأضحى بغرابة شديدة. ارتدت الهجمة بهدف للمصري، برضه هدف بطريقة غريبة. عمر جابر وعواد اتعزموا الاثنين على بعض مين اللي يشيل الكورة، ختم محمد الشامي من وسطهم وجابها جون بعد ما عدتهم. يعني كان اي واحد من الاثنين، عواد طلع مسكها او عمر جابر شتتها والهجمة انتهت والكرة في متناول الاثنين، بعيدة جدا عن محمد الشامي اللي احرز هدف المباراة الوحيد. الشوط الثاني الزمالك ضغط بكثافة صراحة، وما تزال لغاية دلوقتي علامات استفهام التحكيم المصري واضحة. كل ماتش يحصل فيه مشكلة. النهاردة كانت المشكلة برضو في الكورة بتاعت مشلاك، كورة فيها ضربة جزاء جت في ايد اللعيب بتاع المصري والحكم ما رجعش للفار والفار ما بعتش للحكم، فمش عارف. برضو في فاول لنفس اللاعب في الوقت بدل الضايع على خط ال 18، فاول واضح جدا ان لاعب المصري ضربه في رجله، واضح جدا حتى في الاعاده موضحاها، وقريبه جدا من خط ال 18 ياردة واحده. كانت ممكن تكون فرصه خطيره وكانت ممكن تيجي هدف، كانت ممكن. لكن مجمل الماتش ان الزمالك ما لعبش الا الشوط الثاني، لعب شوط ثاني مش بنفس القوه اللي توعدنا عليها كلنا في ماتشات الزمالك السابقه. ولكن في الاخر قدر الله وما شاء فعل، هي كرة القدم كده، هتضيع هتستقبل. الاهلي امبارح عمل ماتش قدام الاتحاد زي ما انا قلت لكم، الشوط الثاني كان متحكم في رتم الاداء كله وضيع اجوان كتير، استقبل هدف في الوقت بدل الضايع او في الدقيقه 88 للاتحاد السكندري، وخلص الماتش وخسرت نقطتين، وخسرت النقطتين زي الثلاثه. نفس الوضع النهارده، الزمالك اضاع هدف في الدقيقه 42 من الشوط الاول، ارتد عليه في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع بهدف. يعني لو عادوه كم مره كان العواد طلع مسك الكوره بسهوله جدا، او عمر جابر شال الكوره من جوه الست ياردات، لكن هما الاثنين وقفوا عزموا على بعض زي ما بنقول، فالكوره جت هدف. فالمفروض يعني الزمالك الماتشات الجايه ياخد باله من الحاجات دي كويس. هتجيب جون هات التاني وغطيه، عشان لو جه فيك هدف في اي وقت تبقى انت مخلص بدري. انما بالوضع ده ثالث مرة على التوالي المصري يكسب الزمالك بنفس الوضع، يجيب جون وينصب دفاعاته في الشوط الثاني والزمالك يضيع. تيجي بقى الكرة زي النهارده في العارضة وترتد مثلا لعيب يحطها جون يتألق. يعني ثالث ماتش على التوالي، السنة اللي فاتت ماتشين بنفس الوضع، 2-1 واللي قبلها 2-2 الزمالك 3-2 الزمالك متسيد الماتش وكسبان 2-0، يجي فيه جولين والثالث حاجه يعني غير طبيعيه. مجرد ان انت تطلع مع المصري مغلوب الشوط الاول، علي ماهر بيعرف يتعامل معاك الشوط الثاني والحظ بيخدمه جامد في الفرص بتاعت الزمالك، خاصه ماتشات الزمالك. علي ماهر ينصب دفاعاته، ال11 لعيب كلهم ورا في الثلث الاخراني من الملعب، والحظ دايما بيبقى واقف معاه. يعني زي الكور بتاعت النهارده، كره تتعرض اللاعب الزمالك حسام عبد المجيد بدل ما يحطها في الجول لما تقع من ايد الحارس بيديها له في ايده بالراحه خالص كأنه بيديها لعواد. فمش عارف، الزمالك فعلا الفترة الجاية شهر واحد محتاج تدعيمات جامدة، واللعيب البولندي ده صراحة مش اللعيب اللي انت تقدر تعتمد عليه في اليمة الشمال، ولا حتى لو حطيته في اليمة اليمين. هو لعيب سريع بس ما بيجتش، مع انه لعب كورة النهارده بدماغه كويسة جدا، بس كان ممكن يحطها احسن من كده، او كان يحطها في الجون الصدق، ما كانش حد معاه وكان مرتاح. في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، والجاي افضل لنادي الزمالك ان شاء الله في المباريات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله.